في يوم كريم وهو راجع من شغله لقى محفظة سودا مرمية جنب الرصيف. شكلها كان قديم بس جلدها كان ناعم وغالي، ولما فتحها لقى جواها 300 جنيه وكارت شخص اسمه حسام عبد التواب. قال لنفسه هرجعها بكرة لو لقيت صاحبها. بس لما فتح جيب صغير في المحفظة لقى صورة قديمة جدا كانت لوش راجل ملامحه مش واضحة، والعجيب إن الصورة كانت دافية كأنها لسه مطبوعة حالا. ولما رجع بيته ملقاش مراته في البيت لأنها هتبات الليلة في بيت أهلها وهترجع بكرة الصبح. فرمى المحفظة على الكومودينو وقام ياخد دش، ولما خرج لقاها مفتوحة تاني لكن الصورة ما كانتش في مكانها. دور عليها في كل مكان وفي الآخر لقاها تحت المخدة. اتجمد في مكانه لكنه قال في نفسه يمكن حطيتها هناك وكنت ناسي. لكن في نفس اللحظة الموبايل رن برقم غريب. رد وسمع صوت بيقوله رجع لي محفظتي قبل ما الليل يكمل. كريم اتنفض وسأله انت مين؟ الصوت رد عليه بهدوء الصورة اللي تحت مخدتك أنا. وفجأة الصوت اختفى والموبايل اتقفل لوحده. كريم جري يرمي المحفظة في الشارع، لكن لما رجع بيته وقفل الباب سمع خبطة خفيفة على الأرض، ولما بص لقى المحفظة رجعت عند رجليه. وتاني يوم الصبح لما مراته رجعت من عند أهلها وفتحت باب الشقة لقيته واقع على الأرض ووشه متجمد بخوف، والمحفظة كانت مفتوحة جنبه وفيها صورة جديدة لوش كريم